السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي الأوفياء داخل وخارج الوطن الحبيب. بإذن إن شاء الله عز وجل في هذا الفيديو نزول عن طلبات بزاف ديال الإخوان والأخوات اللي اتصلوا بنا من أجل الفيديو اللي حطينا قبل يومين هذه ديال بقع فيلات على البحر. كان واحد شوية الصوت غير مسموع وكانت بعض المعلومات ما واضحاش مزيان، لهذا قررنا أننا نعاودوا هذاك الفيديو بطريقة مغايرة وكذلك من قلب الحدث. إذن غادي تبقاو معنا جميع إن شاء الله عز وجل بهذه المناظر الخلابة بجوار هذه التجزئة حتى ناخذكم إلى قلب الحدث، ومن ثم إن شاء الله عز وجل حنا في الطريق ديالنا غادي نشرحوا بزاف ديال المعلومات بزاف ديال التفاصيل إن شاء الله، لهذا بقاو معنا إلى نهاية الفيديو. إذن عدنا إليكم مجددا في الطريق ديالنا إن شاء الله عز وجل إلى تجزئة الواحة. الآن قرابين من شاطئ البوير، حداه ملعب راه دار كي كتشوفوا معنا، هذاك ملعب ديال الكرة، حداه قهوة اللي معروفة بلاسيندا، و على يدنا اليمين كاينين الفيلات اللي تحدثنا عليهم. انا غنعطيهم الصورة، هادو فيلات، هادو ماشي على البحر فوق، لان باقي قدامهم هاد البلاصه اللي خاويه باقي فيها مشاريع. هاد البلاصه اللي خاويه باقي فيها مشاريع، ماشي بحال الواحه قدامك ديريكت لا كورنيش. هادو راهم فيلات مطلق فيهم البلي، ولكن الاثمنه راه غاليه هنا، اللي كمعلومه فقط. هادو قراب من البحر ولكن ماشي مطلين مثلا البحر مباشره، باقي هاد البلاصه اللي هي خاويه فيها لي زوطيل وفيها مشاريع اخرى، ماشي بحال الواحه كما قلت. هادو راه دازو تا هما رخاص في الاول قبل ما يوصلوا تجهيز، الان غير هما وصلوا تجهيز، طلق فيهم البلي، الناس كتبني، الاثمنه طبعا غلات فيهم هنايا، راه 140 150 120 130، الصغار تلقاها بكدا و90. فلهذا هادو هو الرسائل اللي كنعطيو يعني في الاستثمار في بلايص قبل ما يوصل التجهيز. إذن هادو هما الوطيلات اللي قراب من هاد التجزئة اللي فيها كما قلنا بقع ديال فيلات. هادو كلهم اوتيلات، هادو على البحر.
الان وصلنا الى النقطه اللي حنا غاديين ليها، الا وهي تجزئه الواحه اللي فيها بقع كما قلت على شكل فيلات. المساحات تختلف والاثمنه تختلف على حساب المساحه، وعلى حساب الشارع، وعلى حساب الواجهه. اللي عندها جوج الواجهات ماشي هي واجهه وحده، واللي عندها شارع 30 ماشي هي شارع 15، واللي عندها شارع 50 ماشي هي شارع 30. وحنا غاديين الاثمنه كما قلت تختلف على حساب المساحه، وعلى حساب الشارع، وعلى حساب الواجهه. كل ما يمكن القول ديالو وتحليل والنظره ديال المستقبل اللي دائما كنشوفوا لها الاستثمار في المستقبل، هي الموقع ديالها ممتاز جدا. الموقع ديالها ممتاز جدا كما كتشاهدوا معنا على البحر. هنا اللي على يد اليسار كله غادي يمشي لنا لا كورنيش، دونك ما كايناش عندي بنايات، ماشي بحال الاخرين اللي دوزت ليه هذوك عندي قدامي بنايات، غادي اما اوطيلات، اما لي ريستورون، اما كذا اما كذا. اما هذا لا كورنيش. الشارع اللي انا فيه دابا هذا غير مؤقت، راه تما دوز تجهيز ديال شارع 30 دوبل فوا، شارع 30 دوبل فوا اللي غادي يولي هنا داخل تجزئه فيها 15 وفيها 30 وفيها 50 وفيها مختلف ديال الشوارع. ولكن اللي غا يمكن لنا حنا نقولوا ونحللوا هي ان هذه التجزئه فالمستقبل ديالها كبير ان شاء الله عز وجل. مرة اخرى نرحب بكم. اذا كما كتشاهدوا معايا الان وصلنا الى النقطة اللي تحدثنا عليها، وهي التجزئة اللي فيها بقع على البحر، موطيلا على البحر، بقع على شكل فيلات. نعاود، بقع على شكل فيلات. الموقع اللي انا فيه الان هذا كامل غادي لنا لا كورنيش، هذا كامل لا كورنيش على البحر، يعني المحيط الاطلس. التجزئه مباشره هي هذه اللي بجانب ديال الشانطي اللي هو غادي يكون عندنا 30 دوبل فوا، 30 دوبل فوا. ولا كورنيش هنايا ما كاينش عندنا هنا بنايات. هذا هو الفرق ديال ما بين هذه التجزئه ديال الواحه وباقي التجزئات الاخرين اللي شرنا لهم. هنا ما عندناش بنايات، دونك الشراجم ديال الفيلات مباشره غادي يعطيونا الواجهه يعني ديال البحر، اللي صراحه كما كتشاهدوا معنا منظر خلاب وجذاب. للاشاره كما قلت، فهنا الناس اللي مولوعه بالصيد، فراه الناس كيدير القصبه ديالك وتصيد، تخرج من الفيلا ديالك وتصيد، فمتعه ما بعدها متعه. اذا كيف ما قلت هذه التجزئه فيها مساحات مختلفه وشوارع مختلفه. الاثمنه يعني على حساب المساحه وعلى حساب الواجهه وكذلك الموقع ديال الفيلا. اذا غادي نحاول انني ندير بكم جوله طبعا ميدانيه في هذه التجزئه تكون عند الجميع معلومه، ولمن يهمه الامر طبعا غيتواصل معنا على رقم قناه رضوان الداخله. نكرر واحد النقطه، لان الصوت الاسبوع اللي الفيديو اللي داز ما كانش مسموع، هذا اللي خلانا نعاودوا هذا الفيديو نزولا عن طلبات بزاف ديال الاخوان والاخوات، بان هذه التجزئه مازال ما وصلش التجهيز، مازال ما وصلش التحفيظ. اذا الشعار دائما ديال هذه القناه انك تستغل الفرص في هذه البلايص اللي مازال ما وصلهاش التجهيز ومازال ما وصلهاش شنو تحفيظ. علاش كتكون رخيصه؟ لاننا فاش كنتحدثوا على مساحه ما شاء الله بثمن جد مناسب بارابور البلايص اخرين اللي طلق فيهم التجهيز ما تقدرش تقرب لهم وتا هما دازوا هذه المراحل، فهو اللي كيخليني انا كنقول لكم دائما استثمروا في البلايص اللي باقيه هكا مازال ما مجهزاش، في انتظار توصل التجهيز على المده اللي وصلها، فانت هو اللي رابح، انت اخي المستثمر هو اللي رابح. لان الموقع اللي انا فيه امام البحر فمنظر ما شاء الله، يعني مباشره على البحر، ما حابس حتى شي حاجه هنا، فالاثمنه ديالها في المستقبل غتكون اثمنه خياليه. اذا دائما هذه هي قناه رضوان الداخله، كنعطيكم المعلومات تخدموا عليها. لمن يهم الامر غيتواصل معنا على رقم قناه رضوان الداخله. اذا غندير لكم هذه الجوله هنا داخل هذه التجزئه، بقوا معنا الى نهايه الفيديو.
اذا بالضبط هذه هي التجزئه اللي انا فيها الان. الشانتي اللي حدايا غادي يولي 30 دوبل فوا، وهادو هما البقع ديال الفيلات اللي اون فاس مع البحر.